وضعية صعبة. وضعية صعبة، نعم. لا، وضعية صعبة، وضعية صعبة، خاصة وأنه عز الدين جاء في ظرف نقول كرجل إنقاذ. لو نعود لك إلى تحديد هوية المدرب، بنسبة مئوية راح يكون مدير الكبير. راح كذلك كان هناك اتصالات مع خوزي ريفيرو مدرب أورلاندو بيرات، وين بعد ما كان حديث على بول بوت في البداية. بوت، نعم. كل هذه الأسماء يعني طرحت على طاولة عز الدين عرب، لكن وانت انطلقا من معارفك وتموقعك، نعم. إذن تؤكد بأنه منذر كبير هو بنسبة كبيرة. أقول بنسبة كبيرة. لكن لو نتكلم ولا نحاول أن نشخص يعني وين المشكل تاع وفاق سطيف، أقول أنا في بعض الانتدابات اللي ما كانتش مدروسة. ثانيا لو ندير الانتدابات، أنا نقول لعز الدين من المنبر تاعكم، نقول في كل يعني تقريبا عنده 5 انتدابات، ما لازمش يضيعوا ولا انتداب واحد. لازم حتى الانتدابات لازم تكون مدروسة بقيمة الوفاق، وكذلك في كل الجهات، يعني في دفاع، في وسط، ولا حتى في كل الهجوم كذلك. أنا يعني مستاء لوضعية الوفاق العاش، لأنه اليوم وراءها شركة رائدة، شركة كبيرة تضع كل الإمكانيات من أجل مشروع تنموي، من أجل كذلك وضع الوفاق في أحسن الظروف. لكن نظن أنه في أي مشروع لازم لك أشخاص أكفاء. اليوم إن شاء الله نتمنى غير الخير إن شاء الله لعز الدين، لأنه عنده نية باش يخرج الوفاق من هذه الوضعية. لكن ما لازمش نتكلم على الألقاب، لأنه اليوم الوفاق في مرحلة انتقالية، لازم عليه يرتب البيت، يضع كل يعني الناس الأكفاء. خلينا من سطيف وليد سطيف، خلينا كاين بعض الأسماء في سطيف اللي راهي ماهيش مطروحه، عندها امكانيات وعندها كفاءات وعندها باجاج اللي تقدر تعطي الاضافه للوفاق سطيف. وان شاء الله غير الخير ان شاء الله الوفاق، ويعود الى سكه الانتصارات، وان شاء الله الوفاق افضل ان شاء الله. نعم، هو ما نتمناه للوفاق ان شاء الله هو العوده الى مكانه الاصلي ومستواه السيد مصطفى مازا.